من النهاردة هخليكي متميزة ومتفوقة في محشي الكرنب وورق العنب. هتجيبي بقى الكرنباية بتاعتك تسلقيها، وعملناها مع بعض كتير. بصل بقى وفلفل رومي أحمر مفرومين، طماطم وفلفل رومي أحمر معصورين في الكبة. وبالشكل ده عندنا شبت وبقدونس وكزبرة مفرومين. حلتك الجميلة معلقة زبدة بقى وشوية زيت كده، وانزلي بالبصل بتاعك كده والفلفل الرومي وشوحيهم. انا عايزاها تدبل بس، مش عايزاها تصفر ولا تحمر. وانزلي بقى بملح وفلفل اسمر او 7 بهارات من ويلز. وبعد كده حطي معلقه صغيره البصلايه دبلت، ونزلت عليها بقى بعصير الطماطم وكيس بقى بهارات المحشي من ويلز. عايزه اقولك خلطتها رهيبه. رز مصري بقى ومغسول كويس ومتصفي، ونزلت عليهم بالخضره الشبت والبقدونس والكزبره المفرومين، وقلبته بقى كويس جدا. الخلطة بتاعتنا اتسبكت وريحتها بقت تجنن. قلبي بقى خلطة المحشي بالرز بقى، ريحتها رهيبة تجنن. هتاخدي ورقة الكرنب كده وتحطي الحشوة بتاعة المحشي وتبرمي كده طاجن بقى، وحطي فيه العروق. ورصي بقى المحشي بتاعك بالشكل ده، وحطي بقى عليه معلقة زبدة أو سمنة بلدي. وانزلي بقى بالمرقة بتاعتك، ورقة زبدة وفويل ألمونيوم، يدخل فرن على أعلى درجة حرارة. وأول ما يتشرب بقى المرقة تشمعيه كده. أحلى طاجن محشي هتاكليه في حياتك. ورق العنب بقى أنا بسلقه بمية وليمون بس، وبنفس الحشوة ونفس الخلطة هتحشي بقى ورق العنب كده بالشكل ده وتبرميه حلو قوي. شفتي الصباع صغنطت ازاي وجميل؟ اي عروق بقى في الورقة بتاعت العنب انا بشيلها خالص عشان ما تضايقكيش وانتي بتاكليها. تحطي الحشوة وتبرمي وتعملي احلى صابع ورق عنب. هاتي بقى الطاجن بتاعك، حطي بقى ورق عنب كده اللي هو متقطع صغير ده، وبصل وطماطم. وبعد كده رصي بقى ورق العنب بتاعك. شوية زبدة بقى عندك كده هاتيها، وعصرة ليمونة ودبس رمان عشان يبقى مزز كده وطعمه خطير. انزلي بقى بالمرقة بتاعتك كده وتكون سخنة، وما تخليش الطاجن مليان علشان ما يعجنش معاكي. هزيه كده يبقى يدوبك مغطي الشوربة كده بالشكل ده. ورق زبدة بقى وكمري كده وفويل حراري، ودخليه الفرن على أعلى درجة حرارة. وبعد كده يشرب بقى الشوربة بتاعته، ووطي النار وحطيه في الرف الوسطاني. يطلع معاكي أحلى طاجن ورق عنب يجنن. الرز مفلفل وطعمه خطير. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم.